في مباراة كان بطلها الأول جمهور نادي الوداد المغربي، استطاع الوداد إن هو يكسب ميلودي سان داونز العنيد بنتيجة شائكة 2-1، وبكده انتهى الشوط الأول في مركب محمد الخامس، واحنا كمان في انتظار الشوط الثاني في بريتوريا. النتيجة شائكة لكنها تبقي على آمال الفريقين. الوداد في الشوط الثاني بالغ في الدفاع جدا وارتد بالفريق كله، وكل العناصر كانت في منطقة جزاء الوداد. اعتقد ان الوداد هيندم على الفرص اللي ضاعت وهيندم على المبالغة في الدفاع، لان سان داونز اللي كان بيلعبك في المغرب ده هيتحول للسيتي في جنوب افريقيا، لا مركزية وسرعات واجنحة بتطير. باختصار كده هتلاعب منظومة اشباح. مش بقولك كده لغرض الاحباط لا سمح الله، لكن علشان تاخد بالك، لان سان داونز علشان يسجل فيك هناك مش محتاج كم الفرص دي كلها، لانهم بيعرفوا يلعبوا بسهولة ويسر هناك في ملعبهم. الوداد محتاج يلعب بحذر ويوازن بين الدفاع والهجوم، وعلشان تاخد الكاس لازم تسجل في بريتوريا. لو عجبك كلامي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.